السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الدرس الثالث عشر من سلسلة محو الأمية الرقمية تحت عنوان تنظيف الحاسوب وبعض الحيل للزيادة في سرعته. أول شيء سنقوم به هو التخلص من الملفات الزائدة والتي لا فائدة منها. إذن نضغط في لوحة المفاتيح على ويندوز وR في آن واحد للدخول إلى منصة Execute Run، ونكتب أول أمر وهو temp. نضغط على OK. ستفتح لنا نافذة بها عدة ملفات نقوم بمسحها. إذن لكي نشمل جميع الملفات نضغط على CTRL و A في آن واحد ونضغط على Supprimer. بطبيعة الحال هناك ملفات لا يمكن مسحها تخص مضاد الفيروسات أو ما شابه. سنقوم بالضغط على Ignorer لتركه، إقفال هذا الملف، وسنعيد الكرة ويندوز R ونكتب نسبة مئوية temp نسبة مئوية ونضغط على OK أو Entrée. سنقوم بشمل جميع الملفات بكنترول و A معا في آن واحد سوبر. إذن هناك ملف لا يمكن مسحه لأنه تحت الاستعمال الآن. سنغلق هذه النافذة ونعيد ويندوز R ونكتب prefetch هكذا، continuer، CTRL A ثم سوبر، ونغلق هذه النافذة. نضغط على ويندوز R recent CTRL A سوبر. وكمرحلة ثانية سنقوم بتنظيف القرص السي الذي يوجد به الويندوز. سنقوم بالضغط باليمين ثم خصائص أي property، ستظهر لنا هذه النافذة، ثم سنضغط على nettoyage de disque. ننتظر قليلا، ستظهر لنا بعد البحث في كل الملفات الموجودة في السي أي القرص الصلب سي، تظهر لنا هذه اللائحة. سنضغط على نيتواي لفيشي سيستم أي الملفات الخاصة بالنظام. سوف تأخذ وقت، ثم بعدها سوف تظهر لنا هذه النافذة. إذن سنحاول ملء جميع الفراغات لكي نقوم بإزالة جميع الملفات، ملفات النظام، ملفات الخاصة بالتحديث هكذا، ثم هذه، إلى أن نملأ جميع الفراغات. وبعدها سوف نقوم بالذهاب إلى Autre Option أي إعدادات أخرى ونقوم بمسح النسخة الاحتياطية، وهذا اختياري، نيتوايي ومسح سوبريمي. نقوم بالرجوع إلى اللائحة والضغط على OK ثم سوبريمي. إذن ستأخذ هذه العملية بعض الوقت
لمسح جميع الملفات. وبعدها كمرحلة ثالثة نذهب إلى ديفراغمونتاسيون. إذن هذه المرحلة اوبتيميزي، وهي تقوم بتنظيم الملفات الموجودة على القرص صلب. إذن كما لاحظتم هكذا اوبتيميزي. قد مرت بسرعة لأنني قمت البارحة بنفس العملية. إذن فيرمي، سنقوم بفيرمي هكذا، وسنقوم بنفس العملية للأقراص الأخرى. إذن المرحلة الرابعة في تنظيف أو تسريع الحاسوب، سنقوم بالدخول إلى منصة الأوامر بالضغط على Windows R في آن واحد، وكتابة الأمر msconfig والضغط على Entrée أو OK. تعطينا هذه النافذة. إذن هناك عدة إعدادات. سنذهب إلى ديماغاج أي الانطلاقة، ونضغط على Ouvrir le gestionnaire des tâches هكذا. ستعطينا هذه النافذة. إذن كما ترون هناك تطبيقات تقوم بالانطلاق التلقائي بعد عمل النظام. لقد قمت سالفا بمنع بعض التطبيقات بالاشتغال التلقائي كما ترون ديزاكتيفي، وهناك تطبيقات سمحت لها بالعمل التلقائي كمضاد للفيروسات وكسوبر كوبير. إذن لكي أمنع مثلا سوبر كوبير من العمل التلقائي أضغط باليمين ثم ديزاكتيفي، وممكن إعادته للاشتغال هكذا. فقط أقوم بغلق هذه ثم غلق هذه النافذة. إذن هذه المراحل الأربعة أنصحكم بالقيام بها مثلا كل شهر. المرحلة التالية وهي الزيادة في الذاكرة العشوائية. إذن نفتح هذه النافذة، نافذة بوست ترافاي، نضغط في الفراغ مثلا هنا بروبريتي. تعطينا هذه النافذة بها معلومات عن ويندوز بعدها أقوم بالضغط على بارامتر سيستم افونسي. إذن إعدادات النظام المتقدمة هكذا ستظهر لنا هذه النافذة. ثم أذهب إلى بيرفورمانس بارامتر، بيرفورمانس إعدادات، تظهر لنا هذه النافذة. إذن سأذهب إلى افونسي، وثم هنا هذا المكان لدعم الذاكرة الحية أو الذاكرة. سنقوم بتغيير مثلا هنا يقول بأنه يترك للنظام الاختيار، أو يمكننا أن نحدد المساحة المخصصة لكي تدعم الذاكرة لارام. إذن يمكننا وضع مثلا، إذا وضعنا 1024 أي 1024 ميجا أوكتي وهي جيجا، أو 2000 حسب رغبتكم في دعم الذاكرة الحية أو الذاكرة لا ميموار فيف. أقوم بإدخال لا فالور ماكسيمال مثلا 2 جيجا هكذا. قمت بتحديد لا تاي
initial يعني البدئية والقصوية. أضغط بأوك. يقول لي هنا أنه يلزم إعادة تشغيل الحاسوب لكي يقوم بتغيير هذه الإعدادات. إذن أبليكي وأوكي. بطبيعة الحال سأقوم بإعادة تشغيل في مرة أخرى. هكذا وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. دمتم في رعاية الله، وإلى درس آخر من سلسلة محو الأمية الرقمية، وشكرا على المشاهدة.